أهلا بيكم في أول ليلة من ليالي المشربية. قعدة هادية وكلام طالع من القلب. النهاردة احنا هنتكلم عن الطيبة. عارفين أكتر كلمة اتقالت للناس الطيبين في الزمن ده هي ايه؟ انت أهبل. كأن الطيبة بقت تهمة، وكأن الرحمة بقت ضعف، وإن انت تكون إنسان بقى عيب. النهاردة في ليالي المشربية مش جايين نلمع الطيبة، لأ، جايين نفهمها. خليك صريح مع نفسك. كم مرة عملت خير وتقابل بأسوأ رد؟ كم مرة سكت علشان ما تزعلش حد والحد ده زعلك؟ كم مرة قلت مش مشكلة والمشكلة كبرت؟ الناس ما بتكرهش الطيبة، الناس بتكره الطيبة اللي من غير حدود. في فرق كبير بين طيب ومكسور، بس المجتمع للأسف دمج الاتنين. خليني أقول لكم حاجة يمكن تزعل ناس. الطيب الحقيقي مش سهل ولا غلبان. الطيب الحقيقي فاهم، واعي، عارف الشر واختار الخير بإرادته. إنما اللي بيضحك عليه كل مرة ده مش طيب، ده مش عارف يقول لأ. والفرق بينهم الحدود. كان في واحدة صاحبتي طيبة قوي، الكل بيستلف منها والكل بيطلب منها والكل بيغلط فيها، وهي تسامح لحد ما في يوم اتكسرت، بس مش من الناس، اتكسرت من نفسها. قالت جملة عمري ما انساها، قالت أنا تعبت من إن أبقى كويسة مع ناس مش كويسة معايا. ساعتها فهمت المشكلة مش في الطيبة، المشكلة في إن الطيبة دي كانت ببلاش. الطيبة الصح إنك تساعد من غير ما تضر نفسك، وتسامح بس ما تنساش، وتدي فرصة بس مش 100 فرصة. قلبك يكون أبيض بس عينك مفتوحة. الطيبة الصح قوة، إنما الطيبة العمية استنزاف. لو حد في يوم قالك انت طيب زيادة عن اللزوم، قوله في سرك انا مش طيب علشانك، انا طيب علشان نفسي. بس اوعى تخلط بين الطيبة وإلغاء الذات. في ليالي المشربية بنفتكر دايما ان الطيبة مش هبل، الهبل انك تفضل طيب مع اللي بيكسرك. لو الكلام لمسك يبقى الحلقة دي كانت ليك. ودلوقتي بسألكم، امتى آخر مرة حسيت فيها إن طيبتك اتفهمت غلط؟ ودي كانت قعدتنا النهاردة في المشربية، والحكاية لسه مكملة وفي ليالي كتير جاية. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وهستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم، واشوفكم في ليلة جديدة من ليالي المشربية.